الفرع الجامعي للنقل في جهة تونس يعلن التمسك بتنفيذ إضراب أعوان شركة النقل أيام 9 و10 نوفمبر الحالي بعد فشل جلسة التفاوض مع وزارة النقل في انتظار جلسة تفاوض أخرى نهار الأحد. أكثر تفاصيل مع الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي. تطرقنا الى موضوع ديمومه المؤسسه. اليوم شركه نقل تونس هو مرفق عام يلزم الاطراف المتداخله الكل تحاول انقاذ هذه المؤسسه. المؤسسه هذه تعيش وضعيه نتاع مديونيه اكثر من 1300 مليار. اليوم المؤسسه هذه تخدم تو ديسبونيبيليتي اقل من عادي 40%. نشوفوا وضعيه العربيه المترو زاده اللي المؤسسه نتاعنا من 2017 ما كانش اقتناءات البير دورجونس نتاع المترو. الشركه معناها تخدم في اكثر من 8000 عون. اليوم دفعنا كاتحاد عمل تونسي للشغل على دينون هذه المؤسسه، ما كايناش تجاوب، ما زلنا منفتحين على الحوار. ثم جلسه باش تصير نهار الاحد 10 نتاع الصباح. بقيت أخبارنا في عناوين. وزير التربية يأكد حصول الوزارة السنة على مبلغ قيمته أكثر من 14 مليار في شكل هبات